أنا شفت بعيني وشاهدت أسر نجحت في تربية أبنائها بالغرب، وأسر فشلت في تربية أبنائها في المنطقة العربية والخليج. البقعة الجغرافية ما لها علاقة في الموضوع، المشكلة في الوالدين. بس إحنا لأنه نحب دائما نعلق يعني الأسباب على شماعة، فتلقى نعلقها على البيئة اللي إحنا ساكنين فيها. أنا أعرف أسرة أعرفهم تماما كانوا عايشين في أمريكا، وأنا لما رحت في أمريكا استشاروني 20 مرة، نهاجر نرجع بلدنا ولا ما نرجع ولا ما نرجع. وكنت أشوف الأب يربي أولاده تمام والأم تمام، يتكلمون لغة عربية وهم في أمريكا داخل البيت. كنت تبي نصيحتي؟ والله أنت مستقر وممتاز وتربيتك حلوة وأولادك مبسوطين، يعني ليش ترجع؟ قال هنا على الأقل يسمعون الأذان. يعني قلت له افتح التلفزيون يا أخي اسمع الأذان، شو المشكلة؟ أنا عندي بالبيت ساعة بتأذن. طيب يعني بس أيام ما كنت أنا وقت القصة ما كان عندنا ساعات تأذن، فكان تلفزيون يأذن. قلت له افتح التلفزيون وخليه يسمعون. زين اتصل فيني فجأة، أنا كنت في الكويت، قال ترى أنا وزوجتي وأولادي رجعنا بلد ما بيقول اسمها، المهم من البلدان العربية، والحمد لله دخلت أولادي المدارس وكل شيء تمام وكذا. خير الله يهنيك. شكرا مع السلامة. بعد سنة ونص اتصل فيني الأب، كان يقول لي ابني قاعد يتبنى أفكار الحادية. انتي الثالثة، الأولى والثانية اللي كانوا في أمريكا تحجبوا، الثالثة رفضت الحجاب. قلت له شو اللي صار معك؟ فقال لي، قلت له شوف أنا قلت لك إياها من زمان وأقول لك إياها الحين، ارجع. صحيح والله، عشان يفر بدينه. تعرف أكو نقطة مهمة، يعني أنتوا اللي عايشين في الغرب يمكن ما تحسون فيها بس إحنا نحس فيها. أنتوا عندكم ميزة مو موجودة عندنا، أنتوا الحق والباطل واضح عندكم، إحنا الحق والباطل ضايع.